القصر الملكي أستاذ إسماعيل خلف الله، لو سمحت ما يختار تاريخ 31 أكتوبر يوما وطنيا للوحدة الوطنية، يعني بمعنى أنه يشير بأن هناك وحدة ما بين الصحراء الغربية وما بين المغرب. أخيرا التأم الشأن، هكذا يريد أن يقول وليس أنا، رغم أنه احنا تكلمنا بأن هذا القرار جعل هذا اليوم يوم وطني. أعتقد أنه إضافة لهذا الضحك وهذا الوهم، بيع وهم. وش من أي وطن، أي وحدة. الوحدة إذا كنت تتكلم عن الوحدة دير الاستفتاء، امشي طبق الاستفتاء. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نشاهدوا الفيديو نبغي فقط ندوزو نستمتعوا بهذه اللوحة الفنية 31 أكتوبر عيد الوحدة، لأن التاريخ هذا هو اللي جاب تمام للجزائر والإعلام الجزائري. وشي غنشوفوا في هذا الفيديو اليوم جنون ديال الإعلام الجزائري. قال لك أسيدي علاش ملك المغرب كيتاخذ 31 أكتوبر عيد وطني وكيسميه عيد الوحدة بعد الانتصار ديال المغرب في مجلس الأمن نهار 31 أكتوبر. مشاهدينا الكرام، بغي فقط نطلب منكم قبل ما نشاهدوا الفيديو الله يخليكم زر الإعجاب وتخلوا الآراء ديالكم ضروري في التعليقات. دوزو نشاهدوا الفيديو نتلاقاو في الآخر ديالو. خلينا نروحوا للقصر الملكي أستاذ إسماعيل خلف الله، لو سمحت ما يختار تاريخ 31 أكتوبر تاريخ جلسة التصويت في مجلس الأمن على القرار الأممي يوما وطنيا للوحدة الوطنية، يعني بمعنى أنه يشير بأن هناك وحدة ما بين الصحراء الغربية وما بين المغرب. أخيرا التأم الشأن، هكذا يريد أن يقول وليس أنا، رغم أنه احنا تكلمنا بأن هذا القرار الحكم الذاتي هو خيار من الخيارات، قد يكون خيارا من الخيارات وليس هو الخيار الوحيد. أستاذ زكي، أنا يعني بربك أستاذ إسماعيل خلف الله، لماذا يسر إصرارا القصر الملكي؟ وعلى فكرة محمد الخامس اليوم موجود في الإمارات العربية المتحدة بعد 5 أيام من التصويت. التجربة أثبتت بأن النظام المغربي في الملف الصحراوي هو يكذب على هذا الشعب، على شعبه، لأنه شفنا في منطوق القرار خرجوا الشعوب تغني واحتفالات وكذا. على ماذا تحتفل؟ وإحنا قلناها في حينها قلنا بأن القرار فارغ، القرار لم يأتي بجديد، أتى بمصطلح الحكم الذاتي، ولكن كيف يتم؟ تكلم تقرير المصير، تكلم نعم أنه يأتي في إطار تقرير المصير، لأنه تقرير المصير هذا ثم أن القرار أعطاه جدد عهدة المينورسو بعام، وهذا التجديد العام هذا وش دير مينورسو؟ تدير نمشوا ما يسمى إلى الاستفتاء أو للتحضير للاستفتاء. معنى ذلك ذوك الاحتفال هذا، شفنا الاحتفالات وتم دحض هذا التسويق الإعلامي، لأن المنظومة الإعلامية المخزنية خرجت، وحتى من يدور في فلكها من إعلام عربي معروف سوق لنجاح دبلوماسية، نجاح وهمي، وقالوا بأن دبلوماسية الرباط قد حققت ونجحت هذا جعل هذا اليوم يوم وطني. أعتقد أنه إضافة لهذا الضحك وهذا الوهم، بيع وهم. وش من أي وطن، أي وحدة. الوحدة إذا كنت تتكلم عن الوحدة دير الاستفتاء، امشي طبق الاستفتاء واستخرج هذه الوحدة. إذا كان هذا الشعب أعطاك وافتيته واستفتيته وقال نعم للانضمام للحكم الذاتي هذا، فمبروك عليك، ثم راك تحتفل ولا خلاص وترسم هذا اليوم به يوم وطني. أما أن نقول بأن القرار كما هو في شكله ومضمونه وصياغته، ثم هذا مش كلامنا، تصريحات مستشار ترامب صحيح الذي هو وضح ما نقوله وما قلناه بأن القرار لم يتكلم حقيقة على سيادة المغرب على الصحراء الغربية، بل تكلم على أن إمكانية حدوث الحكم الذاتي في إطار تقرير المصير وفي إطار ممتاز جدا. أي وحدة يتكلم عليها القصر الملكي يا أستاذ لما يقر بيوم وطني للوحدة الوطنية؟ أي وحدة أستاذ؟ هل هي وحدة الصحراء الغربية مع المغرب أم ماذا يعني؟ سؤال يطرح على كل المغاربة ولا كل المحللين السياسيين بأي وحدة يتكلم حقيقة الأمر، لأنه قبل ذلك نذكر أنفسنا ونذكر المشاهد الكريم أنه الخطاب الملكي أعد
قبل ظهور النتيجة الأممية. صحيح. قبل ظهور القرار كان أعد الخطاب وألقي، بدليل فيه هفوات كأن القرار اكتساح وانتصار كبير، مما خلى المواطن المغربي أنه يخرج ويفرح ويمرح كأنه حسم القضية، كأنه يعني استولى على الصحراء الغربية. اليوم في هذه الوضعية لابد أن يكمل في هذه الوضعية بإلهاء الشعب، بإنشاء قد يكون يوم عالمي، قد يكون يوم جهوي، قد يكون لا، مجرد لإلهاء الشعب والقيام يعني إتمام فرحته بين قوسين في هذه العملية. ضيف إلى ذلك الزيارة اللي قام مباشرة بعد النتائج اللي تنقل إلى الإمارات، وهو في حالة صحية يعني غير مقبولة حتى لكن راح الإمارات لماذا؟ أولا لمحاولة إقناع الإمارات، مقتنعة بالرأي المغربي، لمحاولة إقناع المشرق العربي والخليج العربي أن القرار الأممي يخدم مصلحة الحكم. وهذا الإقناع كيف يتم بالارتشاء بواسطة البلد الخليجي الذي زاره. أفهم من كلامك أستاذ عبد القادر بأن المغرب بدأ يتحرك باكرا قبل بداية المفاوضات.